إياك تكون شاطر في مجالك بس محدش يعرفك. في الزمن ده لازم تبدأ بيرسونال براند ويكون ليك وجود على السوشيال ميديا، سواء كنت دكتور، مهندس، مستثمر، صاحب بيزنس. لازم يكون ليك هوية على السوشيال ميديا وتكون بتعرف تبان بصورة كويسة وبخطة واضحة، وده هيخلي الناس تعرف انت مين وبتعمل ايه، وده بيترجم لفلوس كتير قوي في المستقبل القريب بإذن الله. فعلشان كده لازم تبدأ تعمل كونتنت، ابدأ اعمل ريلز وقدم قيمة حقيقية للناس، ومع الوقت هيبدأوا يثقوا فيك. وثقة المشاهد بتترجم مع الوقت الأفعال، وبعد شوية وقت لما تكون ماشي ورا خطة واضحة هتبدأ تشوف الناس اللي متابعاك عبارة عن العملاء بتوعك، وده هيطورك في مجالك ويكبرك وسط منافسينك. فمن الآخر هتبقى مشهور في مجالك، وده اللي انت عايزه. والشهرة دي انا وانت عارفين لو هي في المكان الصح وفي الوقت الصح بتترجم لفلوس، وفلوس كتيرة قوي كمان. وعلشان كل ده يحصل لازم تبدأ بيرسونال براند. وصدقني لو فضلت مستخبي ومستني الناس تكتشفك لوحدها فانت عمرك ما هتوصل لأي حاجة في الزمن ده. فقول لي في الكومنتات ايه اكتر حاجة موقفاك انك تبدأ بيرسونال براند، واعمل لي فولو علشان تشوف فيديوهات من دي كتير.